بلدنا بلد عظيمة جدا. سبحان الله العلي العظيم، ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات، وذكرت في الإنجيل، وذكرت في التوراة. بل إن بدايات التوراة بدأت من داخل مصر. فلما يجي قرن ورا قرن ورا قرن حتى الوصول إلى ما يتجاوز 7000 عام وقاربنا على ال8. إذا لما يتقال مصر عظيمة، أجهزتها عظيمة، قوتها عظيمة، ده مش حاجة بسيطة. ده ما قدرش على جيشنا الفرعوني إلا الله سبحانه وتعالى في عهد فرعون. وإن كان دي حاجة من اللي هي إيه يصعب علينا نذكرها في التاريخ، لكن هي دي الحقيقة. مصر عرفت إنها في عز النكسة تصنع 6 أكتوبر والنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما تولى في عهد سابق قواتنا الجوية رئيس، فكان الرئيس لضربة جوية فتحت باب النصر. الآن رئيسنا قائد الجهاز المخابرات الحربي. فما يبقاش صعب علينا ان احنا نسبق العالم في ضربات مخابراتية من الدرجة الاولى. ومعانا واحد من ابطالنا العظام اللي عرفوا انه يجتهد ويشق الانفس بحمل زميله 16 ميل بحري. وسمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اللي بيجاهد في البحر قد البر 10 مرات، واللي بيموت شهيد في البحر له من الكرامة 10 مرات من اللي بيشوفها شهيد البر. معانا البطل اللواء نبيل عبد الوهاب، واحد من قادة عمليات إيلات الخالدة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. حضرتك سمعنا عن قاعدة مروي وما حدث من قوات التدخل السريع السودانية والنزاع بينها وبين الجيش السوداني. معركة صح أشقائنا، لكن احنا لا دخل لنا فيها. يعني ممكن الأخ يعرف ان بيت أخوه فيه مشكلة بس في الآخر ينصح، إنما ما يتدخلش. لكن هنا كانوا ولادنا هم اللي تحت الحصار، كانوا تحت الأزمة. فكان من مشاعر النخوة والشهامة داخل قائدنا المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجتمع بقادة المجلس والقوات المسلحة ويقول لهم لازم ولادي ترجع. فندم، احكي لنا القصة برأيك الرائع اللي دايما بنستشهد بيه عام وراء آخر. الله يخليك. هو طبعا كانت يعني مبادرة جميلة من الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه راح مجتمع فورا، ما استناش فور حدوث المشكلة مع بكل قادة المجلس العسكري في ساعتها. قوات الدعم السريع. هو في الناس اللي هم كانوا رايحين يعملوا مناورات مع الجيش السوداني، دول كانوا في الحتة اللي كان فيها قوات الدعم السريع اللي هي مروة، قاعدة مروة. وكان في جزء الناس بقى اللي هم المدنيين والناس الإداريين والحاجات دي كانوا في الخرطوم. دول كانوا في المناطق التابعة للجيش السوداني. الجيش السوداني من فوره راح جاي مسلمهم للسفارة المصرية. الجزء اللي هو كان في نطاق قوات الدعم السريع اللي هو من 217 ضابط وجندي مصري بالظبط، هم دول. حصل طبعا اتصال بيهم، بس اتصال شديد اللهجة يعني. يعني يا اما هيرجعوا السلام زي ما هم، يا اما هيحصل حاجة تانية. ومعروف طبعا الحاجة التانية ديت هي دي اللي حصل. وبالفعل راحوا مأمنين المنطقة لغاية ما في الطيارات المصرية راحت وخدت المجموعة اللي هي كانت موجودة في هذا المكان. طبعا بتبين قوة مصر بشكل شديد. يعني زي ما حضرتك عارف كل بلاد العالم لهم رعاية هناك، طبعا. فكلهم مش عارفين يعملوا نفس الحركة اللي عملها رئيس سيسي. يعني أول بلد إن لم يكن هناك بلاد أخرى، يعني دي أول بلد تعمل الحركة دي، مع إن مفيش بلاد تانية خدت ولادها يعني. لا خالص إطلاقا مفيش. هو مصر بس الوحيدة اللي سمح للطيران بتاعها إنه يروح السودان وياخد الناس. أمريكا بجلالة قدرها يعني لسه ما خدتش ولادها لحد دلوقتي. بعت طيارات جيبوتي وقالت يعني يبقوا قريبين لغايه ما نقدر نتصرف، وما قدروش يعملوا حاجه. نفس القصه عملتها انجلترا والمانيا والصين على حدود تشاد بقى، واللي هو الاجزاء المحيطه بجمهوريه السودان. لا كلهم راحوا جيبوتي. اليابان قالت هنحاول، حتى لما بيحاولوا بطريقه اخرى
قالوا هيحاولوا يمشوهم في النيل ويجيبوهم مصر يا هنا. نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار أبيض. يعني ده اللي يعني قدروا كله بدأ عليه. يعول على مصر في استنجاد اولاده، والنبي هات لي ولادي معاك وانت جاي. يعني انا كده بالظبط. بتكلم غلط ولا هو دي اللي حاصل فعلا؟ لا، ده هو ده اللي حصل بالظبط، بس ما حدش قدر ياخد الخطوة الجريئة الشجاعة اللي عملتها مصر على الإطلاق. حتى بقول الدول الكبيرة قوي قوي زي أمريكا والصين ما يقدروش، ولا إنجلترا ولا ألمانيا. يعني بتخلي الواحد يحس بالفخر والزهو إنه على رأي مصطفى كامل، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. يا فندم، بص يا فندم، بعد إذن حضرتك، سواء أنا جعان، الأسعار غالية، العيشة مش مظبوطة، أنا كده مصري، أنا كده مصري. واديني أي جنسية تانية مهما كانت منها من رغد العيش، لا، خد رغد العيش وارحل بيه، إنما أنا مصري. أنا كده غلطان؟ لا، ده هو مش هو الأمان اللي احنا فيه. يعني احنا شايفين كل البلاد المحيطة، مش عايز أقول تقريبا يعني كلها، لا ده كلها فعليا. يعني كان هي السودان اللي فيها قلاقل شوية صغيرين ما بين الأحزاب، لكن دلوقتي قامت حرب أهلية. يعني ما عادش فيه ولا بلد من اللي حوالينا. يعني جنبنا على طول ليبيا وتونس فيها مشاكل، وادي السودان والعراق واليمن وسوريا وحرب اليمن في باب المندب. مصر هي اللي بتقود المراكز الأمنية اللي بتساعد اللاجئين حوالينها من كل حتة. يعني ربنا يديم علينا الأمن. واسمح لي أوجه تحية لفخامة الرئيس. حضرتك تحب توجه طبعا أولا بعد ربنا فخامة الرئيس والشكر طبعا والحمد لله قبل أي حاجة، مين من الأجهزة العظيمة بتاعتنا اللي عايز توجه لها التحية في لا، هو الأجهزة بكافة شمولها، الجيش المصري، الجيش المصري العظيم اللي بفخر شديد الفخر ان انا كنت منتسب اليه يوما ما. والله يا فندم، يعني انا لولا اني وحيد عيله لكنت بتمنى. وعلى فكره انا تقدمت للدخول في الاجهزه المسلحه المصريه، انما في الحقيقه فشلت تقريبا كلياقه او غيره، فلم استطع ان اكمل طريقي. لكن والله تمنيت لو انت كنت بلعب رياضه من صغري، وان حافظت على وزني وحافظت على جسمي، والا كان زماني واحد من افراد القوات المسلحه المصريه. كل التحيه لجيشنا، كل التحيه لمخابراتنا الحربيه، مخابراتنا العامه العظيمه اللي طول عمرها بتسطر البطولات. كل التحيه لسياده اللواء نبيل عبد الوهاب لتلك المداخله البسيطه ولكنها رائعه. شكرا جزيلا. أشكرك بشدة. تابعة لما بدأه اللواء نبيل عبد الوهاب عن العملية صقر 204 كما أسمتها وسائل الإعلام، عن استعادة الجنود المصرية على يد المخابرات العامة المصرية والقوات المسلحة. معانا الصحفي الكبير أشرف الجبالي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ورئيس تحرير جريدة المواني الإخبارية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ إسلام. في نظرة إعلامية عن ما حدث اليوم أو بالأمس من استعادة جنودنا المصريين البواسل. الجنود على الأرض السودانية كانوا بواسل، وما فعلته قواتنا المسلحة بمخابراتها المصرية فيما يسمى إعلاميا بالعملية صقر 204. بداية تحية لحضرتك وتحية للأخ البطل نبيل عبد الوهاب، والشكر موصول للقوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة المصرية والخارجية المصرية، والتي أسدلت الستار على واحدة من أهم العمليات تعقيدة ودقة في استعادة جنودنا المصريين من السودان. وده أمر يعني في غاية الأهمية. بهذا التصرف الحكيم أثبتت القوات المسلحة وأثبتت الحكومة المصرية أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع. الدولة المصرية بكل عبقرية وبكل ذكاء وحنكة استطاعت أن تحسم الأمر دون ما تدخل عسكري وعدم الانسياق لدعم جهة على حساب أخرى. أيضا القوات المسلحة بهذه العملية النوعية الدقيقة والبالغة الأهمية استطاعت أن تعيد جنودنا المصريين البواسل إلى وطنهم. عايز أقول لك إنه هذا ليس بجديد على القوات المسلحة، وهذا ليس بجديد على الجهاز المخابرات العامة المصرية. فدائما جهاز المخابرات العامة المصرية وهو جهاز يعني مصنف تصنيف عالمي بشكل كبير جدا، ويعتمد على المعلومة بشكل كبير جدا، يقوم بعمليات
نوعية في كثير من الدول. مهم جدا انه نقول للمستمع والمتلقي والمشاهد ان قواتنا المسلحة لم تكن موجودة على أرض السودان لكي تناصر طرف على حساب طرف، إنما كانت موجودة طبقا لبروتوكول موقع مع الدولة السودانية، وهو بروتوكول تعاون وتدريب مع الجانب السوداني. عندما جاءت ميليشيات الدعم السريع وتم أسر جنودنا والتحفظ عليهم، كان ولا بد للقوات المسلحة والسيد الرئيس يتابع الأمر عن كثب ويتابع الأمر ليلا ونهارا على مدار الساعة حتى عودة الجنود، نستعيد أبنائنا، حتى نستعيد أبنائنا، حتى عودة الجنود إلى أراضيهم أو إلى وطنهم سالمين غانمين. عايز أقول لك إنه القوات المسلحة وهي الدرع وهي السيف دائما ما تدافع عن مقدرات هذا الشعب، ودائما ما تقف كي تلقن أي حد يريد أن ينال من أمن واستقرار الوطن. في القوات المسلحة هي درع وسيف، يد تبني أشرف. ويد حدثتني قبل التسجيل عن تنويع الأجزاء العائدة إلى أرض الوطن ما بين الجزء كان خاضع لسيطرة قوات الدعم السريع والجزء الثاني تابع للجيش السوداني. تقريبا كان في عدد في قوات الدعم السريع كان العدد الأكبر 127، وما تبقى من ال 217 دول تم تسليمهم بأريحية للسفارة المصرية لأنهم كانوا تبعوا الجيش السوداني. مظبوط. والبعض سلم للصليب يعني انا عايز اقوله لك يا استاذ اسلام اللي هي قاعده دنجله. مظبوط. اللي انا عايز اقوله انه مصر والسودان واحده، وامتداد واحد وتاريخ واحد ووطن واحد وشريان واحد ومصير واحد. وكانت في يوم من الايام السودان هي دوله واحده. وبالتالي امن واستقرار السودان ينعكس على امن واستقرار وأمر واستقرار المنطقة العربية والقرن الإفريقي. وبالتالي هذا الاستقرار بيزيد من فرص التنمية المستدامة اللي دائما ما مصر بتنادي بها بشكل كبير جدا مع الأشخاص. أفتكر يا أشرف بيه أعدائنا، أنا بتحدث كجريدة اقتصادية جريدة المواني، إن أعدائنا مش من مصلحتهم إن يحصل تنمية اقتصادية لا في مصر ولا في السودان ولا في أي وطن عربي. عايزيننا على طول محتاجين، عايزين المعونات، عايزين يعني إيه رأي حضرتك؟ أنا بتكلم غلط ولا إيه؟ لا، هو أنا عايز أقول لك إنه الدبلوماسية المصرية وخاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دور يعني خطير جدا ودور رائع جدا. لأول مرة مصر لم تحسب لا على معسكر شرقي ولا على معسكر غربي، لا على أمريكا ولا على روسيا، لا على القوى هذه ولا على، احنا منفتحين على العالم كله. شريطة ألا نسمح، لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا نسمح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. فاحنا منفتحين على العالم كله في تسليحنا، في علاقاتنا، في متوازنة علاقتنا مع كل الدول. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى بلاد لم يطأها رئيس مصري من قبل. وبالتالي أعتقد أنه مصر في كل مرة بتثبت أنها دولة يعني فيها قيادة حكيمة، وأنه هي لا تنجرف ولا تنساق وراء ما يقال في الإعلام المعادي والإعلام المضاد، وأنه إحنا بنبذل جهود حثيثة بالمناسبة عشان تهدئة الأوضاع في السودان ووقف التصعيد والعود إلى مفاوضة إلى طاولة المفاوضات. خليني أشرف بيها أسألك سؤال كما تعلمنا منك. خليني أسألك سؤال كما تعلمنا منك من الحنكة الصحفية. أنا عارف إن أنا إعلامي مش صحفي، حضرتك اللي ابن الصحفيين خلاص، وإحنا أبناء نقابة الإعلاميين، إنما برضو إحنا تلامذتك. إحنا كنا عايزين ما يحدث في أرض الشقيقة السودان ليس الغرض منه السودان، وإنما الغرض منه منع مصر من طموحاتها في حقها في النهر النيل. بص ولا لا؟ أنا عايز أقول لك حاجة بس. اتفضل. يعني في مشاكل داخلية في السودان. تمام. يعني هذه المشاكل الداخلية ليس المقصود بها في المقام الأول مصر. إنما إحنا كمصر يعنينا التهدئة اللي موجود، يعنينا إنه يبقى في تهدئة في السودان. يعنينا في المقام الأول إنه الجانبين يبقى في هدنة وفي جلوس على طاولة المفاوضات. ده اللي يهمنا احنا، ده اللي يهمنا احنا يا أشرف بيه. إنما اللي يهم الآخرين، خلينا أقول لك إنه القارة الإفريقية مليئة بالأحداث. والقارة الإفريقية مطمع، والسودان مطمع لأي أحد.
والعلاقات المصرية الإثيوبية وقضية سد النهضة مشكلة كبيرة جدا. حضرتك كنت أكثر إفصاحا مني في السؤال يعني. طبعا خليني أقول لك إنه في أيادي خفية لا تريد الخير لمصر ولا استقرار السودان، وتريد أن تنال من مقدرات هذه البلاد، وخاصة السودان دولة بكر فيها أراضي كثيرة جدا وفيها ثروات حيوانية كبيرة وفيها معادن طبيعية وفيها أشياء كثيرة جدا، فهي مطمع، وبالتالي خلق حالة من الاحتقان والتناحر بين الفرقاء السودانيين. هذا يعني يؤدي إلى أنه الدول تتدخل بشكل أو بآخر في ومزيدا من التمزيق لضياع الخيرات وضياع الثروات بشكل كبير جدا، وبالتبعية يؤثر على الأمن القومي المصري بحكم الجيرة مع الجانب المصري السوداني. بعلمك زدت علينا أكثر مما أردنا، وعايز أقول لك أنا عايز أقول لك إن إحنا يعني مهم جدا أن نشكر الجانب الإماراتي، لأن الجانب الإماراتي كان له دور في الوساطة، فبالتالي دائما من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مصر دائما بتعطي الحق لأهله. عايز أقول إنه تحية للمخابرات العامة، تحية للقوات المسلحة، تحية للسيد الرئيس الذي لا يكل ولا يمل، الذي لا يعطي تصريحات جوفاء، الرجل أفعال لا أقوال، وبالتالي مهم جدا المناسبة في الوقت المناسب. نعم. كل عام وانتم بخير. ده إسدال الستار على وعودة الجنود المصريين هو يعني عيد صادف عيد، فالعيد عيدين يعني. الحمد لله رب العالمين، وننتظر ساعتك بقى بعد العيد في حلقة في برنامجك برنامج بإيدينا، وأتمنى مزيد من اللقاءات، وكل عام وانتم بخير يا فندم. كل سنة وانت طيب، وتحياتي لكم مشاهدينا الكرام.